ماكس. المبهر السنه دي هو الاعلان عن ابل اير، الموبايل الانحف على الاطلاق في تاريخ ابل. احنا هنا بنتكلم عن موبايل السمك بتاعه 5.6 مع الاحتفاظ بباقي الخصائص اللي موجوده في النسخ الاعلى منه. يعني بنتكلم عن كاميرا اماميه برضو 18 ميجا بكسل بنفس المواصفات، كاميرات خلفيه برضو 48 ميجا بكسل. مفيش اي فرق ما بينهم في التصوير، ويمكن اخر كام سنه ابل بقت معودانا على الموضوع ده. بقينا نشوف النسخ الاقل من البرو ماكس بتصور نفس التصوير او نفس مستوى الاداء بتاع البرو ماكس. المبهر السنه ديت بعد التوقعات اللي كانت بتقول ان سعر الايفون هيرتفع جدا وهيتفرض عليه مجموعه من الضرائب والجمارك والكلام ده كله، لكن تم الاعلان عن النسخ بنفس اسعار السنه اللي فاتت. كمان النسخ القديمه في مكان زي اللي احنا فيه دوت زي دبي مثلا تم نزول اسعارها طبعا عن السنه اللي فاتت، لدرجه ان الايفون 16 برو ماكس بدا يتم الاعلان عنه وصل اسعاره ل 4200 و 4300 درهم. اما بالنسبه للاسعار فالايفون اير الجديد بنتكلم في 4300 درهم اماراتي تقريبا، اللي بيوازي بالمصري طبعا 56300 جنيه. اما الايفون 17 برو فبنتكلم في 4700 درهم تقريبا، يعني 61000 جنيه و600. اما الايفون 17 العادي فبنتكلم في 3400 تقريبا، اللي هو بيوازي بالمصري 44500 جنيه. والاهم طبعا الايفون 17 برو ماكس، طبعا النسخه اللي بتكون الاكبر والاشهر واللي الكل دايما بيدور عليها، بنتكلم في سعر 5100 درهم اماراتي تقريبا، بالمصري بنتكلم في 66800 جنيه.